بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد حسين من تكنو اب. النهارده عايزين نتكلم عن موضوع مشكلة ال ADSL أو خدمة الإنترنت الموجودة عندنا، وإزاي إن إحنا نقدر نعرف إن في فعلا مشكلة موجودة ولا لأ، السرعة واصلة لنا بشكل كامل ولا لأ. ممكن كمان حتى لو السرعة واصلة بشكل كامل ممكن تكون في فعلا مشكلة بيحصل فيها تقطيع أو بيحصل فيها بطء. هنتعرف من خلال الراوتر إزاي نقدر نقيس السرعة، ازاي نقدر نعرف انها واصلة بشكل فعلا كويس ولا لأ، هل فيها نسبة اخطاء ولا لأ، ازاي احنا لو حابين احنا نعمل ابجريد او نعمل تعلية للسرعة بتاعتنا ازاي نتأكد هل فعلا ان احنا مسموح ان احنا نقدر نعمل ابجريد للخط، هل الخط يتحمل بتاعنا ان احنا نعليه من 1 ميجا او من 512 لأعلى. فبشكل بسيط هنتعرف اولا نفتح صفحة الراوتر عن طريق الاي بي الخاص بصفحة الراوتر او الاي بي الخاص بال DSL مودم. هنا انا عندي راوتر دي لينك، فده الرابط الخاص بيه الاي بي الخاص بيه 192.168.1.1. ده بتلاقيه مكتوب في ظهر الراوتر، تمام، وبيكون في الاغلب اليوزر نيم والباسورد ادمن ده اذا ما كانش حد غيره، تمام. ودي صفحة الراوتر بتاعي. طبعا صفحة الراوتر بتكون متغيرة من راوتر لراوتر، ولكن معظم الحاجات الأساسية بتبقى موجودة، يعني صفحة الراوتر الأساسية اللي هي ستيتس الحالة بتاعتها، تمام. هنيجي هنا على الحاجات اللي هي هتوضح معانا السرعة عن DSL. في عندنا upstream speed و downstream speed. طبعا في شركات ما بتدعمش الابلود، upstream اللي هو الابلود اللي هو لو انت حابب ترفع حاجة على موقع زي ميديا فاير او فور شير، تمام، اي ملفات. طبعا نادر لما حد بيكون بيستخدمها، وفي شركات للاسف ما بتدعمش ده، يعني المفروض عندي 256 واصله 192. بالنسبه للداون ستريم اللي هو الداونلود طبعا هو الشيء الاساسي اللي هو نعتمد عليه. تفتح صفحه نت مثلا، ملفات الفيديو، ملفات الصوت، الصور، كل ده بيتحمل معانا من خلال الداون ستريم او الداونلود. او حتى لما تيجي تحمل فيلم او تحمل اي حاجه من اي موقع، سرعه الداونلود هي اللي بتكون اساسيه وده، تمام. هنا 1 ميجا ممكن في سرعة الداونلود بتاعتك لو عن طريق الاي دي ام الانترنت داونلود مانجر بتكون في ما بين 70 لغاية 120، بس هي بتوصل ل 120 ولكن احيانا ما بتثبتش. كل ده تمام كده، مفيش اي مشكلة، تمام. ولكن ممكن تكون 1024 كيلو بايت بير سكند، بس في مشكلة برضك عندي. ازاي بقى؟ نسبة الاخطاء اللي موجودة على الخط ممكن تكون زيادة، بحيث ان تخلي السرعة ما تكونش واصلة بشكل سليم. طب ازاي اعرف ان في على الخط اخطاء او في ايرور او في ان الباكت او في ان السرعه يعني بتقل معانا؟ نضغط على ADSL درايفر او حاله ADSL. هنيجي هنا هتلاقي حاجه اسمها CRC ايرور، يعني بشكل بسيط معدل الاخطاء او نسبه الاخطاء اللي موجوده على الخط. طبعا 526 دي عاليه، المفروض انها بتكون صفر، تمام. ده معناه ان في اخطاء كتيره على الخط. اخطاء كتيره ممكن بعد المسافه، بعد الخط الارضي او خط التليفون الارضي، بعد المسافه الخاصه بيه من اول البوكس اللي موجود عندنا في الشارع لغايه ما بيخش عندنا البيت. يعني السلك بياخد مسافات طويله او مسافات طويله، دي ممكن بتسبب ده. جوده الخط ده نفسه سيئه او حسنه، تمام. ممكن مشكله عندنا في الاسبليتر، ممكن في الفيشه نفسها اللي طالع منها الاسبليتر، تمام. طبعا هنا زي ما احنا شايفين الاب ستريم والداون ستريم، تمام. يبقى تنشن داون ستريم ده الرقم ده هو اللي بيحدد لو احنا حابين ان احنا نشوف بعد المسافة عن اول كابينة. بمعنى لو انت عايز تعرف عن طريق خلال الرقم ده، عايز تعرف هل فعلا ان انت تقدر ترفع السرعة بتاعتك ولا لا، تمام. في رابط
زي ما احنا قلنا اللاين اتنشن اب ده بيقيس المسافة بينك وبين الكابينة الخاصة بالمنطقة بتاعتك. تمام. طبعا كل ما قلت المسافة كل طبعا ما زادت جودة الخط وكفاءته وان هو هيشتغل معاك بشكل احسن. وممكن عن طريقه برضك اعرف ازاي اقدر ان انا اعلي الخط بتاعي او الخط بتاعي يقدر يستحمل قد ايه سرعة الانترنت. هنيجي هنا الرابط اهو، الموقع ده هتجيب رقم اللي هو لاين اتنشن اب ستريم داون ستريم سوري. تمام. هتيجي تحطه هنا داون ستريم اتنشن وتعمل كالكوليت، تضغط على كالكوليت كده. المسافة 1.9 كيلو متر. تمام. الماكس بتاع الخط بتاعك يقدر يشيل لغاية 8 ميجا. طبعا ده فعليا يعني، بس هو مع المشاكل اللي موجودة ممكن تكون ما بينك وما بين مش الكابينة بقى، البوكس بتاعك يكون في حاجات يعني البوكس مثلا مش متركب كويس، الخط سيء متقطع مصدي المسامير اللي عليه، فبالتالي ممكن ميشيلش 512. لكن فعليا لو كل حاجة تمام يشيل 8 ميجا، يشيل 8 ميجا. تمام. موقعه تمام. في حاجة تانية بعد كده اسمها SNR Margin Down Stream و Up Stream. ده بيفيدنا في ايه بقى؟ نسبة المارجن عموما هي بتبقى نسبة التشويش اللي بتبقى موجودة على الخط، تكون كويسة جدا. نسبة التشويش أو نسبة التقطيع كل ما زادت عن 30، لو زادت عن 30 فيبقى نسبة التشويش في الخط قليلة جدا. لو زادت عن 30، لو قلت عن 9 بتكون طبعا كفاءة الخط سيئة جدا. فمن غير ما تتصل بالشركة بتبقى عارف من خلال الراوتر، من خلال صفحة الراوتر، نسبة التشويش أو نسبة الأخطاء اللي موجودة عندك على الخط، أو إن في مشاكل في الخط عندك. طبعا عندي مشاكل. تمام. المشاكل اللي موجودة عندك على الخط تعرفها من غير بقى ما تتصل بمقدم الخدمة بتاعتك وتشرح لهم الموضوع فيه ايه. هو من خلال هنا بتعرف. طبعا أقل من 9 ده كده رايح في داهية خالص. لو فوق 30 فطبعا تبقى الخط بتاعك مفيش أي مشاكل وتمام، توصلت عندك تمام. تمام. دي نسبة المارجن اللي موجودة عندنا. طب ازاي ان انا اقدر اعالج بقى المشكلة ديت او اعالج التقطيع او البطء؟ ازاي اقدر اعمل كده؟ طبعا الخط بيبقى طالع من البوكس عندنا من الشارع لغاية ما واصل فين؟ لحد البيت عندنا. لو الخط بينتهي عندك بفيشة مثلا او بفيشة زي ديت، لو الخط عندك منتهي بفيشة زي ديت وبعد الخط ده في اللي هي فتحة الكابل بتاع الانترنت او كابل بتاع التليفون. تمام. اللي هو RJ11، هتلاقي بعد كده انت حاطط عليه مثلا اللي هو السبليتر بالشكل ده. لو عندك كذا فيشة في البيت فانت لازم تتأكد ان الفيشة دي هي دي الفيشة الرئيسية اللي طالعة. الفيشة دي هي الفيشة الرئيسية اللي هي أول فيشة من بعد الخط. هتفك المسامير بتاعتها. تمام. بعد ما تفكها هيبقى عندك طبعا الخط باين. أحيانا كتيرة بتكون إن المسامير اللي بعد الRJ ده أو بعد الكوبس اللي جوه الحيط بيبقى المسامير المصدية بتاعت الفيشة، فبالتالي بتلوز داتا أو بتخسر الداتا عقبال ما توصل على فين؟ على السبليتر. وبعدين إيه؟ بعدين توصل لعندك. فأنت هتشيل الفيشة وبعدين الخط الرئيسي نفسه هتخلعه من الفيشة هتحطه فين؟ هتوصله فين؟ على السبليتر. يبقى بدل ما هو داخل على الفيشة وبعدين داخل على السبليتر، لا، وهيدخل على السبليتر على طول. وبعدين من فتحة التليفون اللي موجودة في السبليتر عندنا، تمام، في عندنا فتحتين من قدام وفتحة من ورا، اللي هي الفتحة اللي ورا ديت اللي الخط الرئيسي بيخش فيها. في فتحتين من قدام اللي هو واحدة مرسوم عليها التليفون وواحدة مرسوم عليها المودم او مكتوب عليها مودم. المودم بتروح للراوتر والخاصة بالتليفون بتروح للتليفون. طبعا هنا مكتوب مرسوم USB الرسم يعني. فقبل
ما تخش على الفيشه، طبعا الفيشه الرئيسيه، قبل ما تخش على الفيشه الرئيسيه وبعدين تطلع على السبليتر، لا هندخلها على السبليتر تمام من الفتحه الرئيسيه، ومن فتحه التليفون هتدخلها على الفيشه، وبقيه الفيش لو موجود عندك فيش في البيت، وفتحه المودم هتدخلها على الراوتر. كده هتكون انت ايه ريحت دماغك من مشكله الفيشه والمصديه، وتقعد تتصل بالشركه والشركه ترد عليك تقول لك ما عندناش مشكله، وانت فعلا بيكون عندك مشكله. تمام. طب لو ما عندناش فيش وعندنا كابل رئيسي على طول، هندخله على السبليتر. تاكد ان الفيشه او الكابل نفسه متقرش كويس، كابل يا ريت يكون كابل نحاسي، كابل يكون كفاءته كويسه يعني جودته كويسه. تمام. كابل التليفون اللي هو من الكوبس لحد البيت عندك. تمام. هيدخل على السبليتر على طول في الناحيه اللي فيها فتحه واحده. تمام. والفتحتين التانيين هتدخلهم على ايه؟ على التليفون، والفتحه التانيه على المودم. طب لو انت عندك فعلا كده وبرضك في مشاكل عندك، هتجرب من الفيشه الرئيسيه على المودم، هتشوف برضك هل السرعه واصله بشكل سليم ولا لا. هنا انا عندي هي واصله داونلود 1024، هي واصله بشكل سليم. بعد ما تتاكد انها واصله بشكل سليم في ناحيه الداونلود، تمام، وعلى الابلود قلنا ان في شركات ما بتدعمهاش. بعد ما تتاكد ان واصله فعلا 1024 كيلو بايت عندك، هتتاكد هل في الخط عليه ايرور ولا لا. هتتاكد ان فعلا الخط معلوش نسبه التشويش بتاعته قليله ولا كتيره. طبعا هنا كتيره عندي، المفروض احنا زي ما احنا قلنا ما تقلش عن 9، كل ما زادت عن 30 هي كويسه جدا. تمام. زي ما قلنا توصيلات السبليتر في 3 فتحات، فتحه للمودم، فتحه للتليفون، فتحه للخط الرئيسي، ودي بتبقى بجنب الواحده. لو وصلته على المودم بشكل مباشر وبرضك في نفس المشكله، كده بتلجأ بقى بعديها لشركه اللي انت عامل عليها الخدمه بتاعت ADSL سيرفيس، وتبتدي تتاكد فين المشكله فعلا. ممكن كده في الاغلب المشكله بتكون عندهم هم، او مش موجوده في السنترال نفسه. تمام. ان شاء الله هعمل فيديو تاني عن اكتر المشاكل اللي موجوده بالنسبه لخدمه ADSL. تمام. وازاي ان احنا نقدر نعالجها عن طريقنا احنا، بحيث ان احنا ممكن نخلص خطوات بسيطه، ممكن نعرف المشكله دي لو موجوده من عندنا ازاي نقدر نحلها دون ما احنا نتصل بيهم. تمام. اتمنى يكون الفيديو ساعد ان شاء الله في حل اي مشكله بالنسبه لي ADSL سيرفيس. شكرا لكم.